يا أخي نحن ناس مساكين ساي، الله جابنا ورانا السلفية، بصرنا، كنا في عمى، كنا في حزبية، كنا ندافع ونحن لا نعلم، قالوا المنشور رقم كذي اجتماع تعال يا أخي. أنا مرة بقوني في مجلس الشورى، ليه هسه أنا ما عارف، شاوروني في شو. مرة بقوني أمين على 9 مجمعات جامعة أم درمان الإسلامية، أمين عليها، ليه هسه لا استلمت الأمانة ولا رجعت تعشروا. هلو تجي اجتماع سريع، في شنو؟ والله دارين نعمل أسبوع كويس، أسبوع فيه منو؟ فيه محمد الأمين إسماعيل، ونحن دراويش ماشيين ساي. الله بصرنا، الله اداك نعمة بعد ده، عرفت الحق، أثبت. والحق ده يا ناس كتاب سنة بمنهج منو؟ السلف يتغيروا ما تغيروا. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا. قال أنس ابن مالك أحسب أن هذه الآية أنزلت في عمي أنس بن النضر وأمثاله، كنا نقول إنها نزلت في أمثاله. قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا شنو؟ تبديلا. بدلوا. ودرد عليه محمد مصطفى الصحابة كانوا ناس دنيا زمان، لما كانوا ناس دنيا. طيب بعد الرسول فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم، بقوا ناس دنيا. إن قلت بقوا ناس دنيا معناها تبدلوا، والله قال وما بدلوا تبديلا. وإن قلت أصيل هن ناس دنيا معناها كذبت القرآن، أنت دخلت في مقص، لأنه الله قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا. ديل يا أخي أنا أتكلم فيهم. وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، ما قال حزنا، انتبه للآية دي، قال حزنا. الحزن بفتح الزاي يعني الشدة، والحزن الألم الذي في القلب على الماضي. الناس زي اللي يقوا شدة لما بكوا، السبب شنو؟ حزنا ألا يجدوا ما يأخذون ويتقاتلون، ولا ما شنو؟ ما ينفقون. يا ناس توبوا إلى ربكم وارجعوا إلى مولاكم. محمد مصطفى توب سريع قبل ما يجيك ملك الموت تتورط تجي في يوم القيامة. ده قدامك معاوية وده علي بن أبي طالب، تقدر تقول لها معاوية انت ذاتك صحابي مش انت قاتلت ده مش قاتلته عشان السلطة. تقدر يا محمد مصطفى؟ انت قايل دنيا، بس دنيا دي ضيقة يا أخي. الشيخ محمد صالح العثيمين قال تراجعت، هذه قال بعضهم لا يقولها، قال تراجعت يقولها العلماء، وقال هذا يدل على العلم في شرحه لرياض الصالحين. تراجعت يقول أنا أخطأت وأنا متراجع. يا أخي عمر بن الخطاب بيجي للرسول بيقول له أخطأت في حق أبي بكر، أبو بكر بيقول له بل أنا أخطأت في حقي. أنت شنو يا أخي؟ من أنت وماذا تريد وماذا تكون؟ أنت يا أخي تقول أنا سلفي نسبة للسلف وتضعن فيه وتغش نفسك وتغش الناس اللي حولك، تقول أنا بقول الصحابة أفضل ناس. هسه أنا أقول أخونا ده أفضل زول زاهد ما عنده للدنيا شيء، مدحته ولا ما مدحته؟ تاني بكرة أقول يتقاتل في السلطة، لكن زول تمام. دي مقبولة؟ يا أخي ما مقبولة. أنا أقول الزول ده راجل أسد شجاع زول غيور. بكرة أجي أقول والله الزول ده مرته في واحد شاغله قدامه سكت ازاي، لكن أقول لكم شيء الزول ده شجاع وغيور. دي بتتلمى تقول أفضل ناس وفي السلطة تكاتلوا. يا زول انت رشدك وين؟ عقلك وديت وين؟ توب لربك يا أخي. ده بيجاي اسماعيل عثمان توب
خلي اللخبطة اللي بتسوي فيها توب إلى الله تعالى، ما تتعلق بشخص. سلفية دي واضحة نظيفة، يتعلم وشيل السلفية كلها بعلمها وأخلاقها وعباداتها. ما تبقى سلفي تقول أنا بجغم ده وبردم ده وبكشف ده، والكبير ما تحترمه والصغير ما توقره، والدائرة الحق ما يكون عندك شفقة به. لا، ده ما من منهج السلف. سلفي في كل شيء. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.